محلات الكسر بعد ما يخلص السون تبعه لسيارات مخالفة للسوق، ما عاد مسمح لها تسوق. تجيبها لهون بتاخد ما يقارب 400 يورو، بيحطوها هون ببلشوا يفكفكوها ويبيعوها قطع على برا البلد كله. حتى كل شي سيارات واقفة على الأرض. طبعا السيارات هاي سيارات دنماركية، شايفين؟ ما في يعني ما لها سيارات فخمة مثل غير بلد أبدا، لأنه هون بيطلعوا على السيارات الاقتصادية، ما بيطلعوا على السيارات الفخمة. و يعني ما في شي هيك مشجع ولا. السيارات كلها صغيرة، هون الضريبة عالية جدا، ما في شي أبدا هيك، كله سيارات. ما في سيارات محركات صغيرة جدا كله هيك. طبعا الواحد بيقدر يشتري السيارة عم تمشي من هون، بيقدر يشتريها، بيدفع له، بيدفعها ما بيدفع حقها مثل ما اشتروها هن. يعني تنباع السيارة هون ب 500